بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين إن شاء الله تكونوا زانين وطيبين في كل مكان يا رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. شعبان رب نعودها علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، وبلغنا ليلة نصف من شعبان وبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم آمين. أهلا بكل الناس اللي مشرفانا ومنورانا على راسنا والله من فوق. كل الناس اللي دخلت عندنا جديد نورتونا وشرفتونا، ربنا يجبر بخاطركم، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول حاجة يا جماعة كده في الفيديو نبدأ نسموا بالله ونصلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده فيديو جديد يا جماعة على القناة. الناس اللي شرفتنا ونورتنا، الفيديو اللي فات كان عن البط الصغير ده والبح الصغير، طبعا تابعتوا معانا والناس كلها الله أكبر، ربنا بارك لهم إن شاء الله. جبرت بخاطرنا في التعليقات، ربنا يخليهم يا رب وبارك فيهم. تمام إن شاء الله بإذن الله كده نستفيدوا من بعضنا، إحنا وإنتوا نستفيدوا، إنتوا تستفادوا وإحنا نستفادوا، اللهم آمين يا رب العالمين. ده البح يا جماعة الصغير، طبعا زي ما انتوا شايفين ان العدد قلل شوية، العدد مش هو يا جماعة. شايفين بسم الله ما شاء الله، يعني الكبار دول بقوا 6 والصغيرين بقوا 5. تمام، هم الكبار كانوا 10 والصغيرين كانوا 8. اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا يا جماعة الإسهال وما أدراك بالإسهال، طبعا الإسهال للبط مميت، بس الحمد لله أنا كنت فاقدة الأمل فيهم كلهم وقلت كله هيموت، بس الحمد لله والله الواحد عمل العلاج وكنت مستنية ان هن نلقاهن يعني ايه ميتات كلهن، بس الحمد لله ربنا كرمنا فيهن والحمد لله. الحمد لله مش من نصيبنا اللي ماتوا دول، مش من نصيبنا. اول حاجة يا جماعة لازم الواحد يخلي باله، البط اللي عنده لازم يتابعه. هو ما كانش عندهم اسهال ولا كان عندهم، بس سبحان الله يعني الحمد لله جاهم اسهال كده في يوم واحد مرة واحدة. وقعدت بصراحة العلاج يا جماعة، المية دي طبعا زي ما انتوا شايفين لونها، شايفين المية دي فيها علاج. تمام، بس قبل ما نحط العلاج ده انا قعدت 3 يومين بالظبط هنحط لهم حاجه من البيت. يعني كنت خلاص قلت هنجيب علاج من وين دلوقتي، وما فيش وقت ولا في امكانيه ان الواحد يجيب الحاجه. اللي انا قعدت نحطها من البيت ده يا جماعه الشاي قعدت نغلي شاي، يعني نغليه بمعنى الكلمه زي ما اقولوا كده ايه، حبر، خليته حبر. تمام، وكنت نحط معاه الكزبره يا جماعه، الكزبره اللي نطحنوها الناشفه اللي نحطوها للتوابل دي، غليتها مع الشاي هي وغله، ما طحنتهاش. شاي وكزبرة وشيح، 3 دول يا جماعة كنت يوميا أنا أغلي منيهم، لازم أخليهم يغلوا لمدة 5 دقايق مثلا على النار أو أي حاجة. وبعدين شايفين البحة الصغيرة دي، شايفين أنا مش عارفة ايه اللي عفس على رجلها بصراحة، بس قايمة لها شوية بتعرج يعني على رجلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة، اذكروا الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. وقعدت نغليهن بصراحة يوميا، نغليه يوميا، فلقيت رجع ياكلن تاني. فبصراحة الحمد لله يعني بعتوا جابولي الدواء. تعالوا هنوريكم الصورة بتاعته دقيقة. هذا الدواء يا جماعة انتينال، طبعا بعد ما اشتغلت يومين زي ما قلت لكم بالخلطة اللي انا كنت عاملاها، ده انتينال وانا حاطة في المية حاليا منه. تمام، يبقى خدت يومين شغالة شاي وكزبرة غلة حصى يا جماعة، مش كزبرة مطحونة وشيح. تمام، يومين بالظبط حطيت هليهم كده المية قاعدة يشربوا منها، ما كانوش ياكلوا في اليومين دول خالص. اليوم الثالث ده ابتدوا الصبح بسم الله ما شاء الله ياكلوا، فانا بعد جبت على الانتينال ده. تمام، او فلاجيل، لو في فلاجيل برضو في البيت انا هنحط بصراحة، بس ما كانش متوفر لا ده ولا ده، ولا عندي امكانية ان أنا نقدر نروح نجيبه، فانا اشتغلت من البيت وقلت اللي كاتبه ربنا هيكون ان شاء الله باذن الله. تمام يا جماعة، هذا الانتينال. اللهم صل على سيدنا النبي. تمام، فرجعوا بسم الله ما شاء الله ياكلوا تاني زي الاول، لكن طبعا الوزن ما رجعش كله زي الاول، يعني فيها ده شايفين بسم الله ما شاء الله شويه احسن، لكن مش كله رجع زي الاول، بالذات الصغيرات يا جماعه. الصغيرات الاوزان بتاعتهن برضو ما رجعنش زي ما كانوا في الاول. ربنا ان شاء الله باذن الله كده ايه يبارك لنا في اي حاجه الواحد قاسيان عليها وتعبان عليها. الله يعلم ربنا الواحد الحاجه دي هيعمل فيها ايه. يعني احنا حاليا انحموا ميه ونسخنوا ميه يا جماعه عشان خاطر ايه، الدنيا برد. كمان الشمس النهارده مش قد كده، يعني مش طالعه، شايفين الشمس يا دوب.
فاحنا هنسخنوا مية يا جماعة، الأنابيب غالية والدنيا غالية، هنسخنوا مية عندنا احنا هنا حطب وبتاع الشجر والكلام ده، هنسخنوا مية، هنغلي شوية مية الصبح كل يوم وهنحطوا فيها الأكل بتاع الطيور ومية الطيور اللي هتشرب منيها عشان ندفوها يعني. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. فخلوا بالكم يا جماعة انتم من الإسهالات، وتابعوا الطيور أول بأول. يعني الواحد لو ما كانش واخد باله كان زمانهم كلهم مات. الحمد لله يعني، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. ربنا يبارك لنا فيهن إن شاء الله بإذن الله كده. شايفين طبعا الحمام ما مسيبش حاجة في حد في حالها خالص. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على النبي يا جماعة، اشتركوا في القناة، فرحونا بالاشتراكات واللايكات الحلوة بتاعتكم. ربنا يجبر بخواطرنا إن شاء الله وخواطركم، اللهم آمين يا رب العالمين. إن شاء الله يجيب رمضان السنة دي وإحنا مرتاحين البال وهدينا السر يا رب، اللهم آمين. المسلمين أجمعين في كل مكان يا رب، وخفف عن الناس اللي في فلسطين البرد والتعب. الواحد مهما يتعب يقول الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. ربنا خفف عنهم إن شاء الله، اللهم آمين يا رب العالمين. تمام يا جماعة. طبعا الحمام بهدل الدنيا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تابعوا الطيور يا جماعة وخلوا بالكم، وحطوا أول بأول. لو أنت عندك الأنتنال أو الفلاجيل أو أي مظاهر معوي، برشام أو شرب، حطي للبط بالذات. البطة يجيلها إسهال كده من لا شيء، سبحان الله. تمام. طبعا صاحبتنا اللي كانت بحتلنا على البطة المكسورة بتاعتها وردينا عليها وكلمناها والحمد لله قالت لنا، ردت علينا تاني واستفادت ان شاء الله باذن الله تكون من التعليقات. حبيبتي لو البطة عينها زي ما انت تقول مش ناظرة منيها ومش هتاكل، طالما ان الطيرة مش هتاكل خلاص ملهاش اي لازمة انها تقعد. تمام. لكن الطيرة لو هتاكل، انا كان عندي ذكر بط، ذكر بح، بس انتوا هتقولوا بط، احنا بح ده يا جماعة عشان كان برضو في ريلز حد بعت لي ان ده بح مش بط. ايوه انا عارفة، بس هو يعني عشان هو الاغلب اقول بط يا جماعة، لكن احنا هنا في الاقصر هنقوله بح. وجينا برضو الناس اللي جنبينا كلها الصعايدة دول الحلوين، ربنا بارك يا رب وخلي. حبيبتي كان عندي ذكر بح، كان عنده كساح، قعد حوالي شهر وشهر وشوية راقد في الأرض، بس كان ياكل لحد ما فقدت الأمل فيه. يعني عملت له كل، وفي الآخر وقف بسم الله ما شاء الله، وكبر وقعد بسم الله ما شاء الله. خد حوالي 7 شهور تاني بعد ما هنا، بس بسم الله ما شاء الله وزن عالي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله تكونوا استفدتوا من أي معلومة قلناها، وانتوا لو عندكم معلومة قولوها لنا برضو. ده الإسهال يا جماعة أنا جربتها وحطيت لإيه الحاجات اللي أنا حطيتها وقلت نقولها لكم عشان حبيبتنا اللي كانت تقول البح اللي طالع عندها والبط اللي طالع عندي ده صغير وفي الشتاء وزي كده. دفي حبيبتي زي ما قلت لكم المكان، وبرضه قلت لي بعد المغرب الدنيا تبرد، انا قلت ان هو ياخد النهار وقبل المغرب حضرتك تنزلي تبيتي عندك في كرتونة. انا كنت مبيتة في كرتونة طبعا، لكن الوزن ده انا ما بقيتش مبيتة في كرتونة طبعا. هو الاصغر منه ده التاني ده انا بيته هنا اهو، ده شايفاه. مادام تم عندي 15 يوم او 10 ايام 12 يوم على حسب الوزن بقى بتاعه. كنت لو عندك إمكانية تعملي فوق مكان هو بات فيه وأوضة، يعني حتى لو مش مقفلة كويس الأوضة من فوق، بس انت تعملي مكان جوا الأوضة برضو يبات فيها. تمام. البح هياكل في بعضه جوا لأن أنا حبساه في الأوضة مع بعضه كله، لأن الجو مش كويس وهنا ايه الدنيا باردة شوية، فقلت يقعد في الأوضة أفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين الحمام مش هسايب العلف، جيت نحطنا على طول كلهم تحت الكفاية عشان خاطر العلف مش هيقعد تحت منيها خالص، ده لازم العلف يقعد تحت منه لما جوع ياكل تاني. تمام يا حبيبتي. ودفيهن وان شاء الله باذن الله كده ايه يبارك لك فيهن. طبعا خلي بالك زي ما اتفقنا ان شاء الله هو تقريبا هيبقوا من عمر الصغيرات دين او اقل منين بكم يوم. فانت لو عندك مضاد سموم او عندك صيدليه بطاريه قريبه حط مضاد سموم، والانتينال والفلاجيل حط منيه. مش لازم يكون عنده اسهال. تمام. مش لازم يكون عنده اسهال، انت حطيه كوقايه ما تكتريش منه، ومش كل يوم. حطي يوم في الاسبوع، هو ما عندهاش حطي يوم في الاسبوع. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الشاي مفيد جدا والله يا جماعة، الشاي كويس خالص. يعني احنا هنا الشاي ده لازم نحطه للطيور، بس هو لما زاد الإسهال عليه أنا غليته يعني وكترت الكمية بتاعتها طبعا اللي هنحطها. وكزبرة وشيح، الشيح طبعا للديدان والبطن والكلام ده كله. أنا حطيت حاجات كانت موجودة عندي في البيت وحطيت إنه ربنا الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر.
رجعن طبعا الحمد لله كلن وشربن وقامن وقفن على رجليهن الحمد لله، اللهم لك الحمد والشكر. طبعا كننش قدرت ياكلن إلا يشربن مية بس لا يشربن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا ما فيش إمكانية يا جماعة إن أنا نروح صيدلية بطرية ونجيب العلاج من الصيدلية البطرية، والمكان بعيد جوا علي، وما نقدرش إن أنا نروح نسيب البيت. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. فأنا عالجت باللي عندي والحمد لله قدرت إن أنا نجيب الأنتينال، والحمد لله ربنا بارك لنا بإذن الله فيه. خلوا بالكم من البط يا جماعة عموما، لأن حساس هيتعب من غير ما انت تحس بيه إن هو تعبان، بس مرة واحدة يموت. فإن شاء الله بإذن الله كده ربنا بارك لك فيهن. وحط كركم، أنا هنحط كركم دايما في العلف، بس فعليا البطات دول ما كترت لهمش كركم. حطوا كركم في العلف، حاليا قلبينهن شوية كركم كده كأنه كترش شوية ملح الأكل. قلب شوية الكركم في العلف اللي أكلنا، وإن شاء الله بإذن الله ربنا هيبارك لك فيه بإذن الله. لو في أي تعليق أو في أي سؤال عن الفيديو ده والفيديو اللي قبله ياريت تبعتولنا وتتابعونا وتشتركوا في القناة إن شاء الله بإذن الله كده تكبروها لينا يا رب. اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. ربنا يجبر بخاطركم أجمعين يا رب العالمين إن شاء الله. ربنا يشفي كل مريض المسلمين أجمعين. ادعوا لكل مريض ربنا يشفيه ويخفف عنه، وادعوا لجوزي ربنا يشفيه ويخفف عنا يا رب، وخليه لينا والأولاد اللهم آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله بإذن الله كده ربنا يجعلكم لينا كده سند بعد الله عز وجل. اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لكم، إن شاء الله بإذن الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.